اسمي سعيد زكي تمام من المطرية. دي كانت مشكلة مع واحدة في الشارع عشان جايبة رزينة، استغفر الله العظيم. شباب المنطقة اتكلموا بيزعقوا، فأنا رحت ضارب شباب المنطقة. هي راحت مدية أمير دوت وكوفة والتاني فريد شوقي، اديت لهم سلاح سحر بيه. بقول له بس ياد ما تضربش، اوعى تضرب. وانا واقف قدامه راح ضاربني. انا فضلت بغيبوبة 10 ايام وجاي لي بيلي في ظهري برضه وعيني. ودوني مستشفى قصر العيني ديت، خيطوا لي عينيا من جوه والبلي. حوالي كام بلي في عينيك؟ ده كتير، بلي كتير في عينيا، خيطوا عليه وسابوه. وانا لو شلت اللزق هتشوف البلي ده كله في عينيا، مش شايف. وكذا مستشفى ولا عاملين اي حاجه وانا تعبان. البلي برضه في وشي هنا اهي منمل لي، بيسلع على العصب، عصب رجلي انا واقف بالعافيه برضه. وكل دوت مفيش حاجه، وانا مش عارف اعمل ايه، انا تعبان. انت رحت كام مستشفى حضرتك بتقول وما استقبلوكش؟ 5 مستشفيات. هم ايه؟ مطرية، الزيتون. ايه اللي حصل في كل مستشفى؟ يقولوا مفيش رحنا رعايه. أول حاجة مستشفى المطرية علقوا له جلوكوز يقول لك مفيش امكانيات. ومشوه، مفيش يعني امكانيات. علقوا له المحلول ومشوه. قالوا مفيش مكان رعاية، ما هنا ما فيش، مش هنعرف. رحنا الزيتون زي ما قالوا لنا، قالوا لا مش عندنا الحالة دي. طلعنا من الزيتون قالوا لنا روحوا الدمرداش. رحنا الدمرداش عملنا الاجراءات اللي هم قالوا لنا عليها كلها على اساس ان هو يتحجز خلاص، وجبنا الورق اللي هم عايزينه وعملنا اشاعات كلفونا 1000 جنيه. وفي الاخر شافوا الاشاعه وقالوا لا احنا مفيش رعايه هنا. طب ازاي مفيش رعايه هنا؟ قالوا مفيش رعايه، مفيش مكان اصلا في الرعايه. بعد ما قالوا لكم اشعه بعد ما عملناها والاشاعه موجوده معانا، فقالوا لنا لا مفيش مكان هنا خالص في الرعايه. طب ازاي يعني انتوا مفيش مكان، يعني مفيش مكان في الرعايه، وهم خايفين من الحاله. لان عينيه كانت بتنزل بطريقه رهيبه ووشه نفخ برقبته، فيعني كانت حاله صعبه جدا. ما بينامش هو يعني وأنا لغاية ده دلوقتي هو ما كده، بنامش، ده تعبان. كده الحمد لله كتير جدا. وبعدين وبعدين عليها امر في رحنا المستشفى الشفا، دار الشفا، قالوا لنا ايه يمكن تلاقوا فيها ايه رعايه وكده. رحنا قالوا لنا لا، حولنا على مستشفى في مصر والسودان. رحنا المستشفى قالوا لا روحوا القصر العيني. طلعنا على القصر العيني، قعدنا 4 ايام طالعين نازلين نخش بيه العمليات عشان عينيه. ويقولوا لنا الاوعيه الدمويه تحت، يقولوا لنا الاوعيه الدمويه كويسه، ودكتور البنج فوق في العمليات يقول لا الاوعيه الدمويه بتاعته مش مظبوطه، ولو خد بنج هيموت. 4 مرات ونطلعه وندخله على كده العمليه. فجينا بعد كده رحنا نزلنا قعدونا ليلتين تحت تاني، يعني ولا بيعملوا اي حاجه، ولا غيار على عينه، ولا يشوفوا اي حاجه فيه، ما عملوهاش. المهم بعد المستشفى ايه ده؟ المستشفى القصر العيني. خد يومين ومن غير اي اهتمام ولا ده احنا قعدنا في اليوم الثالث قالوا لا خلاص هو هيطلع كده عملياته، هو بقى كويس. حجزونا يوم واحد في الدور السابع في المخ والاعصاب. بعد كده راحوا قالوا لنا عشان نخلي مسؤوليتنا عملنا لكم كارت متابعه من بره وكده خلاص مفيش مكان. طب ازاي دوت يعني تعبان كده وهيمشي؟ قالوا لا كده عشان انتوا تعرفوا تخشوا الرمد تحت. رحنا كشفنا عليه تاني من جديد في الرمد، دخلناه لولا زعقنا هناك، دخلوا له عمليات، ادوا له بنج موضعي وراحوا عاملين له عينيه كده، يعني مش عارفه عملها له ازاي. خيطوها يعني هم في القصر خيطوا له العين اليمين في القصر العيني خيطوا له، وفي بلي في عينيه جوه. حاسس بيه انت يا ده انا بيتعب جدا انا بتعب يعني. وعندي هنا بلي في وشي اهو. يعني مش همه العمليه اللي في مخه زي البلي دايس على العصب. عملنا الاشعه وشه كله باين في الاشعه يعني هنا يعني العصب كانوا دي طالبين وأنا مننا بتحسن. اشعه بتتحقن بالصبغه في سلسله الظهر، فروحنا نعملها. دخنا عليها الاشعه دي عشان تظهر ايه اللي بينزل السائل من مناخيره. رحنا نعملنا دخنا عليها. في الاخر رحنا مركز في الدقي وقالوا لنا 600 جنيه. قلنا مش مشكله، بس المهم ان هي ايه تتعمل. يا دوبك دخلوا قلعوه وحضروه على الجهاز
الدكتور شاف منظر البلي على الجهاز، قال لا دوت يقوم، لان الاشعه اصلا مش هتبان من البلي اللي في وشه.